مساء الورد عليكم. وعدتكم اعمل لكم ريفيو عن قلاية اللي هي الاير فراير الهوائيه المصريه، طبقا طبعا لمبادره المصري يكسب، لان دايما بتكلم عن المنتجات المصريه بكل فخر. عندنا النهارده منتج اسمه رافال، القلايه الهوائيه من شركه رافال. عايزه اوريكم بس اللي مكتوب هنا. هتلاقوا انها ديجيتال اير فراير، يعني هي رقميه مبرمجه، و1450 واط. الموضوع ده مهم جدا علشان استهلاك الكهرباء. كل ما الواط بيرتفع كل ما استهلاك الكهرباء بيبقى عالي، فالعدد الواط ده اللي موجود عندنا معناه ان هي تقريبا استهلاك مكوى كهربائيه. عندي كمان انها السعه بتاعتها 5 لتر، لان انتوا طلبتوا مني اتكلم عن كل حاجه تخص الاير فراير دي. وكمان في 2 بوتس، حلتين، فبالتالي كده انا عندي قلايه متكامله. هنا في موجود ان في هدايا موجوده مع العلبه. انا هفتح العلبه معاكم، لسه جايباها حالا، وهفتح العلبه معاكم. نفتح البوكس علشان نشوف ايه اللي رافال مقدمه لنا، ونشوف الحله على الطبيعه. اول هديه رافال حطها لنا الكتيب بتاع الوصفات الغذائيه. بصراحه يعني اعتقد ان هو هيكون كويس. نشوف الاول هو عباره عن ايه. اهو مكتوب هنا: وصفات للقلايه الهوائيه لا دهون ضاره. وعندنا كمان رافال للاجهزه المنزليه متعدده الاستخدام، اللي هو الكتالوج بتاع الاير فراير. طيب نيجي هنا عند القلايه الهوائيه، الكتيب بتاع الوصفات والاكلات. نفتح بقى نشوف باقي الهدايا. يلا بقى نشوف رافال حطلنا ايه في البوكس ده، ونطلع ونشوف. نفتح بقى ونشوف الهدايا. عندنا الاطباق الورق اللي بتتحط في الاير فراير، والله حاطين لنا كميه حلوه جدا اللي بتتحط في الحله، علشان لو بنعمل حاجه مش عايزين الحله تتوسخ بنحطها دي في الحله، وهنشوف بعد كده ازاي. عندنا سفنجة لغسل الحلل بتاعة الاير فراير. وعلى فكرة مهم جدا ان الحلل بتاعة الاير فراير نغسلها بالسفنجة، مش باي سلك ولا باي حاجة، عشان ما نبوظش طبقة التeflon اللي مطلية بيها الحلل. حاطين لنا كمان ماسك علشان الحلل سخنة فبنمسك بيه. حاطين لنا كمان الاطباق الورق بتاعه الكب كيك، عشان لو حبينا نعمل كب كيك في الحله. يعني هي مش مجرد قلايه فقط. حاطين لنا كمان قوالب سيليكون علشان لو هنعمل برضو الكب كيك، قوالب سيليكون. حاطين لنا كمان ماسك علشان لو حابين ان احنا نقلب الحاجه في الحله ايدينا ما تتلسعش. حاطين لنا البخاخ بتاع الزيت، وانا بصراحه ده كنت عايزه اشتريه لوحده، فبجد شكرا ان هم عاملين لنا كل الادوات المتكامله اللي هتخلينا نقدر ان احنا نستخدم القلايه من غير ما نضطر نشتري حاجه من بره. وحاطين لنا كمان الله الفرشه السيليكون دي، علشان لو انت مش عايز تستخدم البخاخ، نقدر ان احنا نستخدم الفرشه السيليكون في ان احنا ندهن زيت او ندهن صلصه للتحمير او اي حاجه. ودي الرول بتاع البيتزا، القطعه بتاعت البيتزا حاميه يا جماعه، خلوا بالكم. يلا بقى نطلع الاير فراير ونتفرج عليها ونشوف امكانياتها، وكمان هنجرب. دلوقتي بقى هنفحص الاير فراير والحلل. اهم حاجه ان انا عندي هنا الجارانتي بتاع الحله 5 سنين. مهم قوي ان الحله عندي مدياني الكميه الوقت ده كله، يبقى انا كده في السيف سايد. نيجي بقى علشان الناس اللي بتسال هل الاير فراير صحيه ولا لا، انا عايزاكم تبصوا هنا. ده مجرد هيتر سخان بالظبط، بيطلع لي حراره، ومع المروحه اللي موجوده في الاير فراير السخونيه بتتوزع على الاكل اللي موجود في الحلل، فبالتالي الاكل بيتحمر او بيتشوي تبعا لان احنا رشينه زيت، فكده احنا بنحمر، ولا احنا بنستخدم الدهون بتاعه الاكل نفسه، ودي حاجه طبعا صحيه جدا، فبالتالي يبقى هو كده بيتشوي. نجرب بقى نشغلها.
احنا طبعا حطيناها دلوقتي في مصدر الكهرباء، هي مش هتشتغل غير لو الحله دخلت فيها، ولازم تكون داخله بشكل محكم. دلوقتي هي شغاله، عندي المثلث اهو اللي بيبين شغاله ولا لا اهو كده. احنا شغلناها بس لسه ما اخترناش البرنامج. نيجي بقى هنا فوق هنلاقي خريطة للأغذية المختلفة بالتوقيت وبالساعة بتاعتها. يعني عندي مثلا هنا لو هعمل بيتزا، هعمل كيك، هعمل فرايز اللي هي البطاطس، هعمل سمك، هعمل خضار، فراخ، لحمة، كل واحدة مكتوب فيها درجة الحرارة من فوق المناسبة والوقت. دلوقتي احنا عايزين نعمل تجربة عملية فيها. هنعمل اول حاجة فيها السمبوسك. هنبقى محتاجين ايه؟ هنحتاج ان احنا نشيل الايد دي، بنضغط هنا ونشيل الايد دي ونركب الحلة اللي هي المصفى، ومحتاجين بخاخ الزيت، ومحتاجين الماسك ده علشان كل فترة هنقلب السمبوسك. استنوا معايا وهنشوف سوا. ركبنا الحلتين اهو هنا مع بعض، وعايزه اوريكم ان الحله دي ليها زرار امان، ليها غطا امان كده علشان مفيش طفل يقدر ان هو يلعب فيها، ده بيبقى مقفول كده. هنحط الاول هنرش زيت، على فكره الرشاش بتاعهم ده جميل لانه بيفرش، وفي ناس اشتكت من بخاخ الزيت ان هو بيطلع خط مش بيفرش كده. هنحط هنا زيت، نرش كده، ونبتدي نرص السمبوسك في الحله. الحله بتاعتها مش صغيره ابدا على فكره، بتاخد كميات كويسه من الفيديوهات اللي شفتها عنها، بس انا عايزه اعمل بايدي كل حاجه، بتاخد فرخه حجمها كويس. عايزين بقى ان شاء الله نجرب كل ده مع بعض. نعمل رشه زيت كده كمان، ونقوم حاطين باقي السمبوسك. واخده كميه كويسه جدا والله، كميه هايله. ونكون نبخ بس على السمبوسك اللي احنا ما حطيناش عليها. كده احنا جهزنا الحله، هنبتدي نحطها زي ما اتعودنا خلاص اتعلمنا. دلوقتي احنا ازاي نظبط المود بتاع الحله؟ عندي هنا حرف الام، يا ريت يكون واضح في الكاميرا قدامكم. هدوس على الام ده، الام ده هيطلع لي، بصوا هدوس كده عليه هينقي لي من هنا كل ضغطه بحاجه. هنا مثلا الفرايز، انا هشوف السمبوسك ينفع معاها برنامج الفرايز ولا لا، وهنظبط ادائنا مع بعض. انا كده دوست ضغطتين علشان اخترت كده الفرايز، وهقوم دايسه ده. سامعين صوتها؟ هدوء. اول ما نص المده يعدي هصور علشان نقلب واوريكم شكلها بقى عامل ازاي، وهنرجع تاني مع بعض. بصراحة أنا قلبي كلني يا جماعة، قلت لازم أفتح قبل ما مرور نص المدة، لأن بصراحة أنا سامعة أصوات كده اللي هي إيه، زي ما نكون بنقلي في زيت بالظبط. كل شوية بيطلع لنا درجة الحرارة وبتختفي ويطلع لنا التوقيت. دلوقتي فاضل 16 دقيقة، فأنا هفتح وأشوف. وهتلاحظوا إن إحنا أول ما بنشد الحلة على بره، الحلة أو الإير فراير بتفصل أوتوماتيك، وده عنصر من عناصر الأمان. واو واو واو. انا بصراحه قلت افتح عليها قبل مرور المده كلها، لان قبل نص المده كانت تقريبا خلاص خدت لون. اول ما بنفتح زي ما قلت لكم بتفصل اوتوماتيك. واو واو، من هنا لمليون سنه. بصوا اللون عامل ازاي، اتفرجوا اتفرجوا. عايزه اسمعكم صوت القرمشه، الجبنه باظت بقى يعني اسمعوا صوت القرمشه، سامعين؟ هدوق بقى، سخنه قوي اكيد. عايزه اسمعكم صوت القرمشه عامل ازاي. والله احلى من اللي مقليه في الزيت مليون مره. يبقى السمبوسك في قلايه رافال كده. عملنا فيها كمان الممبار زي ما انتم شايفين، تحفه. انا عملته على المود الاولاني اللي هو بياخد من 10 ل 14 دقيقه على 200 درجه. انا حاسه كده ان محتاج لون كمان، ودي فرصه بصراحه ان ابين لكم انها كمان بتتظبط مانيولي. هنشغلها، هنظبطها مانيولي. هي مظبوطه تقريبا، هي خلاص على 200، لكن الوقت عايزين نقلل الوقت. بدل المود الاولاني اللي مظبوط ده هقلله كده بايدي، اقلله كده. انا عايزاها دقيقه واحده بس كفايه قوي. ونشغل وكده. بعد ما اديناله دقيقه كمان، اتفرجوا على الجمال، اتفرجوا، بصوا اللون من الناحيتين، لان انا كنت في نص المده قلبته. بصوا، لا مفيش اروع من كده بصراحه. ممبار كده.
انا جبت البانيه اهو، على فكره ده بانيه بلدي فريش، انا اللي عاملاه بايدي مش من الجاهز. هنبخ زيت على الوش ده، نحطها وهنظبط المود. نشغل كده نظبط المود، نشوف فين الفراخ اهي، نفضل ندوس على حرف الام، كل دوسة هتلاقوا على الفراخ اهي، ونجرب نشوف البانيه في المود ده هيبقى عامل ازاي. وبكده نبقى شفنا كل الاصناف تقريبا المتداولة في اير فراير رافال. لكن فاضل لي نقطتين مهمين قوي. اول حاجة الحلة بتاعت رافال لازم تبرد تماما، وبعد كده بالسفنجة اللي هم مدينها لنا في الهدايا بعملها بسفنجة من غير سلك من غير اي حاجة. هي اصلا مش محتاجة ان يتم دعكها باي سلك لانها على طول اي حاجة فيها ما بتلزقش. رقم 2 بقى، ليه بنختار رافال؟ ليه بنختار المنتج المصري ده؟ اولا علشان خاطر غير ان احنا بنشجع صناعة بلدنا، الصيانه بتاعته وتماما عن اني اشغلها، لان مفيش صيانه ليها، مفيش قطع غيار ليها. رافال بتتحدى ان لو حد اشتكى على صفحه الشركه وتم قراءه الرساله وما تردش عليه في نفس التوقيت، ابعتولي يا جماعه وانا هنشر الكلام ده كله. رافال بتتحدى انها بترد على كل الناس. رافال بتتحدى ان صيانتها صيانه منزليه. يعني ايه؟ يعني الفني بيجي لك لحد عندك، مش حضرتك اللي بتاخد الحله وتجري بيها تدور على الصيانه بتاعتها. رافال بتتحدى ان في خلال مده الصيانه بتاعتها 3 سنين للاير فراير و5 سنين للحله، لو في اي حاجه حصلت بتاخد منتج تاني مكانه مجانا او قطعه مكانها مجانا. يبقى احنا كده بناخد جوده، بناخد سعر مناسب جدا منافس للماركات الاجنبيه، وبناخد صيانه وقطع غيار دائمه مدى الحياه وبسهوله. رافال منتج مصري، فخر الصناعه المصريه.